شاومي روقت علينا بموبايل تاني حرفيا سفاح. غابوا فتره عندنا بتنزيل الموبايلات الحقيقه، بس رجعوا بموبايلات مفتريه حرفيا، واهمهم طبعا الريدمي 13 تي برو اللي موجود معانا النهارده. موبايل فعلا قوي من حيث كل حاجه يا معلم. كالعاده هنتكلم في كل حاجه تخص الموبايل ده، بس قبل ما نبدا كده صلي على النبي، ده اهم حاجه طبعا، وتنزل تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت حلو. العلبه فيها محتويات الموبايل ده بشكل كامل، مفيش اي تنازلات من الشركه في النقطه دي حرفيا. فخلونا نبدا على طول بالديزاين. بالنسبه للديزاين الموبايل ده، ظهر الموبايل هنا من الازاز، وحده الكاميرات موجوده بشكل مميز جدا بس بارزه الى حد ما من ظهر الموبايل. بس طبعا هنحل الموضوع ده اكيد بالجراب السيليكون الشفاف اللي موجود في ظهر الموبايل. وخلي بالك هو شكله ممتاز وابن الناس ومحترم وكل حاجه، لكن الظهر هنا بيبصم عادي يا معلم، وخصوصا لو جبت اللون الاسمر من الموبايل ده حرفيا هتعاني. خلي بالك انا بحب اللون الاسمر جدا يعني بقى في اللبس في كل حاجه حرفيا، لكن في الموبايلات لا. المهم خلينا نكمل. ديزاين فعليا كويس جدا، ومسكته في الايد رهيبه، يعني تحس انك ماسك حاجه كبيره كده، فاهم؟ وده المعتاد من شاومي، يعني مش حاجه جديده. فقبل ما ندخل على نقطه الشاشه خلينا اكلمك على نقطه مهمه جدا عند معظمهم. الموبايل هنا عادي مقاوم للميه والغبار IP68، هيقعد معاك متر ونص لمده 30 دقيقه تحت الميه عادي. معيار مهمه كده عند معظم الناس، حتى لو انت مش هتخاطر وتنزل بيه الميه، فاهم يعني هياخد ويدي معاك حتى لو الموبايل جه مثلا عليه شويه ميه بالغصب ولا حاجه، لا الموبايل هنا مش هيغرق، يقول لك انا تمام شغال معايا. نقلب شاشه الموبايل بقى ونشوف الشاشه هنا بتقول ايه. مبدئيا حواف الشاشه هنا شبه مش موجوده، فاهم؟ انت ممكن تحسبها خط اسود حوالين الشاشه مش اكتر. هم هنا اشتغلوا على حته ممتازه جدا، يعني مش هتحسسك بازعاج، وهم ان خلوا الحواف بحجم واحد، ودي فعلا مش هتشوفها حاجه سيئه. شاشه كبيره بدقه فول اتش دي بلس 6.67 انش. الشاشه هنا اموليد بفريش ريت 144 هرتز. هما بجد مش هتتخيلها يا معلم. الشاشه هتكون سلسه معاك جدا في كل حاجه، مش هتحس بقى بلاج ولا تقطيع والحاجات دي كلها لو انت بتسكرول. مع درجه السطوع بيوصل ل 2600 نيتس، رقم محترم جدا. مش هتعاني تماما لو انت دايما بره البيت او تحت اشعه الشمس عموما. تجربه الشاشه فعلا يعتمد عليها جدا من شركه شاومي. بالنسبه لعوامل الامان، فالبصمه هنا جايه على شاشه الموبايل، بما ان الشاشه هنا اموليد البصمه فعلا ممتازه جدا، وده الصراحه اللي اتعودنا عليه من شركه شاومي. الاهتمام بالاوبشن ده فعلا واضح جدا من شركه شاومي الفتره الاخيره. اما بالنسبه للمعالج يا معلم، ودي نقطه من اهم النقط حرفيا اللي المفروض نركز عليها في اي موبايل، عايز اقول لك ان المعالج ده اقوى معالج في فئته السعريه حرفيا. عارف انت حته اللاج اللي ممكن تحصل معاك في اي اندرويد ده، فاهم انت حاجه زي كده اكيد بما انك بتتعامل مع اندرويد وكده، دي احنا ممكن نشوفها في اي موبايل تاني عادي، فاهم؟ لكن الموبايل ده بالذات لا، وده بفضل طبعا ال 144 هرتز والمعالج اللي موجود في الموبايل ده اللي احنا لسه هنتكلم عليه دلوقتي. فهو الدايمنستي 9200 بلس. المعالج ده مثلا ممكن يتقارن بالسناب دراجون 8 جين 2، معالج سفاح حرفيا، وده موجود في الريد ماجيك 8 برو. الموبايل ده متوجه للجيمرز بنسبه كبيره جدا، فمن حيث الاداء فالاداء هيكون متقارب جدا بين الجهازين. وخلي بالك يا معلم المعالج هنا مدعوم في الالعاب عادي، يعني مش هيواجهك اي مشكله في حته الالعاب دي اطلاقا. الحقيقه ان في معالجات كتير جدا محققه ارقام كبيره فعلا، بس مش مدعومه في الالعاب، دي مشكله، يعني مش هتقدر تلعب على فريمات عاليه في الالعاب وكده، ودي كارثه حرفيا من وجهه نظري. وطبعا هنشوف عكس ده تماما في الريدمي 13 تي برو. بالنسبه لببجي موبايل فاوبشن الاتش دي ار الترا، الاوبشن ده عادي متفعل. بالنسبه للاتش دي ار تقدر تلعب على اكستريم، لكن في وضع السموز يا معلم الوضع يختلف تماما. متفعل عندك اوبشن 90 فريم يا معلم. شاومي هنا بتقول لك يا معلم انا مفخمه ومروقه عليك من حيث كل حاجه، فعيش هتحس بسلاسه رهيبه فعلا في كل حاجه، سواء بقى انت بتفتح العاب او مثلا بتفتح ابلكيشنز بتفتحها وبتقفلها، كل الكلام ده هيكون سلس معاك جدا. صوت السماعات في الموبايل ده ستيريو مش مود. الموبايل ده بيجي مع بطاريه 5000 ملي امبير اور مع سرعه شحن 120 واط. يا جماعه مبدئيا كده الشاحن ده جبار، سعه بطاريه ممتازه جدا ويعتمد عليها تكمل معاك اليوم مرتاح. وبالنسبه لشحن الموبايل ده فهيشحن لك البطاريه من 0 ل 100% في 19 دقيقه او 20 دقيقه، يعني في الرينج ده، وده رقم رهيب فعلا. ملحوظه بسيطه، الشاحن هنا جاي في العلبه عادي كما هو معتاد من شركه شاومي، زي ما قلت لك العلبه جايه بمحتوياتها الكامله. طبعا يا معلم انا حاسس لحد دلوقتي انك لسه ما عملتش لايك ولا سبسكرايب ولا كومنت حلو ولا اي حاجه من الحاجات دي، فلو انت فعلا ما عملتش كل الكلام ده فاتمنى انك تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت حلو، بس والله انا مش محتاج اكتر من كده حاجه. طيب اسيبك تكمل الفيديو. الموبايل هنا بيجي بثلاث كاميرات. الكاميرا الاولى 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 1.9 مع المثبت البصري ال OIS، وهي الكاميرا الاساسيه. كاميرا ثانيه خاصه بالبورتريه بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل. كاميرا ثالثه 12 ميجا بكسل. كاميرات ممتازه كارقام فعلا. طبعا انت مستنيني اقول لك على التجربه الفعليه هتكون سيئه وبتاع، بما ان المعالج كويس جدا وفي الالعاب صاروخ، وده فعلا اللي انا كنت متوقعه، بس حصل عكس كده تماما يا معلم. خليني اقول لك ان التجربه الفعليه للكاميرات هنا
حاجه ممتازه. كواليتي الصوره فعلا رهيبه يا جدعان، مش طبيعيه فعلا. وبالنسبه لالوان الصوره هنا في حته تانيه حرفيا. الشارب هنا كمان فيها عالي جدا، والديناميك رينج ممتازين حرفيا. الصور يعتمد عليها من غير اي تدخل منك في اي ظرف من ظروف اللقاءات يا معلم، وده بناء طبعا على تفاصيل الصوره المبهره جدا. كمان في الاضاءه الليليه ممتازه معاك، فاهم؟ مش هتقول لك لا في اي حاجه. فعلا الموبايل فعلا قادر يطلع لك صور ممتازه حرفيا بفضل لايكا طبعا، لايكا اللي بدانا نشوفها مؤخرا من شركه شاومي. 3 كاميرات هنا يقدروا يصوروا فيديو لحد 8K. طبعا هتشوف تفاصيل وتشبع في الالوان ممتازين. كاميرا اماميه بدقه 20 ميجا بكسل، هتاخد منها تجربه صور ممتازه حرفيا، مش هتحتاج بقى لاي تعديل والكلام ده كله يا معلم. بس اخرك تصور 1080 30 فريم في الثانيه. عندكش هنا اوبشن ال 4K ولا حتى ال 2K في كاميرا السيلفي، ودي طبعا اوبشنز هتفتقدها في الريدمي 13 تي برو. فلو انت مش مهتم قوي بكاميرا السيلفي، خلي بالك هي كاميرا بنت ناس وهتقدم لك تجربه فعليا كويسه جدا، لكن في تجربه الفيديو فول اتش دي اخرك. فلو انت الفكره ده مش هتشغلك في حاجه، فالموبايل ده هيبقى بالنسبه لك ممتاز جدا. الصراحه ميكس كاميرات محترم جدا من شركه شاومي. اما بالنسبه لسعر موبايل الريدمي 13 تي برو 2500 درهم. امكانيات فعلا الموبايل ده محترمه جدا. والله يا معلم مهتم بحته الالعاب، فالموبايل ده هيكون مناسب جدا معاك. عايز اقول لك ان اي موبايل فعلا متوجه للجيمرز احيانا بيبقى فيه نوع من انواع التنازلات، واحيانا التنازلات دي بتيجي في حته الكاميرا. موبايل فعلا مناسب معاك للالعاب، وموبايل مناسب جدا معاك في حته الكاميرات دي. انت اكيد شفت بنفسك كل ده. عايز شاشه محترمه، ده اوبشن برده موجود في الموبايل ده عادي، يعني اموليد بقى فاهم 144 هرتز وبتاع، وطبيعي هتاخد شاشه ممتازه. ديزاين بقى وخامات، الدنيا دي كلها يا معلم هتلاقيها في الريدمي 13 تي برو. يعني شامو بتقول لك احلى مسا عليك يا معلم، وحط نقطه بعد كده. وبس كده يا باشا، ده اللي كان عندي اقوله لك النهارده. ما تنسانيش بقى بلايكك وسبسكرايبك وكومنتك الحلو. انا مش عارف ازاي انت لحد دلوقتي ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي، فلو انت لسه لحد دلوقتي ما عملتش لايك ولا سبسكرايب، فاتمنى انك تنزل تعمل الحاجات دي كلها. وبس كده اشوفك من الحلقه الجايه على خير باذن الله. سلام.